هنتكلم النهاردة عن الأوميجا والإكس. طيب أول حاجة هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن كاندي أو جامي، فهو بيبقى كويس جدا للأطفال وكمان للناس اللي متبقاش حابة إن هي تاخد كبسولات أو أقراص، لأن زي ما قلت هو عبارة عن كاندي أو جامي. طيب تاني حاجة مكوناته إيه؟ أول حاجة من مكوناته هي زيت السمك، وزيت السمك إحنا بنهتم بتركيز مادتين. أول حاجة DHA ديكوزا هيكسانويك أسيد، وده مهم جدا في التركيز والذاكرة والانتباه وكمان لصحة العين لأنه بيدخل في تكوين الدموع. طيب تاني حاجة الاي بي اي الايكوزا بنتانويك اسيد، وده لانه بيقلل الالتهابات وكمان بيقلل الدهون الثلاثيه وبيحسن الموت، والتأثيرين دول هتلاحظهم من اول تالت لغايه خامس يوم من الاستخدام. تاني حاجه من مكوناته هي فيتامين دي، وده طبعا مهم جدا لصحه العظام عشان امتصاص الكالسيوم. طيب تالت حاجه هو الفيتامين سي، وده طبعا انتي اوكسيدانت وكمان بيرفع المناعه بتاعت جسمنا. طيب بناخده ازاي؟ بناخده من مرة او مرتين في اليوم، ويفضل مرتين في اليوم بعد الفطار. طيب ليه هو من احسن الحاجات للاطفال؟ لانه طبعا هو عبارة عن جمي، فطبعا بمعنى اصح هو مش هيغلب الامهات في ان هم يدوا الاطفال بتاعتهم طبعا الدواء. بالعكس هم هيكونوا حابينه لان هو جمي وطعمه كويس. طيب دلوقتي هو موجود بأوفر كويس جدا، علبة والتانية أوفر عليها، وموجود دلوقتي وفرناه في صيدلية عطر كبرى في شارع موقف المنصورة.